الضم هو جريمة صهيونية تعكس العقلية التوسعية للحركة الصهيونية. شعبنا سيواجه هذه السياسة وبما يفعل يوميا من مقاومة ومن نضال. اليوم كان في هناك شهيد في مدينة القدس، وبالأمس هناك أيضا كان شهيد في رام الله. إذن نحن أمام مقاومة حقيقية لهذا القرار. هناك بعض الأطراف التي تربط مصالحها مع الاحتلال أو مع الكيان الصهيوني هي تقف في المكان الخطأ من التاريخ. ستحاسبها الأجيال القادمة وسيحاسبها شعبنا على أي تقصير بحق هذه القضية الفلسطينية. نعتقد أنه الأصوات التي تدعو للتطبيع أو تساند الضم هي أصوات شاذة على الأمة ولن تنجح في دعم الاحتلال، وسيأتي يوم يفتضح هذا المخطط وشعبنا والعالم الحر جميعه يعني يحاسبهم كما التاريخ. يعني بكل تأكيد للأسف هناك طابور ممن يعتبرون أنفسهم أنهم ينتمون إلى هذه الأمة المجيدة، يؤيدون قرارات الضم ويهرولون باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني. هؤلاء مثلهم كمثل الذي يسير إلى حتفه وإلى نهايته بنفسه. هذا العدو الصهيوني هو خطر على كل المنطقة العربية والإسلامية، وخطر على الذين يطبعون ويهرولون باتجاه هذا الكيان. ولكن هناك قلوب طبع الله عليها، وهناك يعني عمى في البصر والبصيرة لهؤلاء المطبعين والمهرولين، يجعلهم يعني يهرولون ويؤيدون ما يقوم به الاحتلال لفرض وقائع مشروع على حساب الحق الفلسطيني. يعني للأسف الشديد ما يسمع من القيادات في الإمارات والسعودية تجاه رفض مشروع الضم لا يترجم حقيقة على أرض الواقع ضمن خطوات عملية. بالعكس ما نراه هو تشجيع للكيان الصهيوني، هو تواصل للعلاقة وعلاقة التطبيع والزيارات المتواصلة والمستمرة، وهذا يؤكد أنهم جزء من هذا المشروع وليس رافضين لهذا المشروع. المطلوب أن تكون مواقف حاسمة وواضحة من كل الدول العربية، من كل المجتمع العربي، لمواجهة صفقة ترامب، لمواجهة قرارات الضم بقرارات عملية وليس بسياسة ذات اتجاهين، سياسة علنية لا قيمة لها وسياسة تعمل في الخفاء مع هذا الكيان المجرم.